قررت أكون مصدر سعادة لكل اللي حواليا. قررت أكون الجانب الكويس في حياة كل الناس. قررت أكون سعيدة، عايشة بحسن الظن دايما. مش عايزة أكون فضولية، مش حابة إن أنا أكون في حياة الناس مصدر إزعاج أو تعب لأي شخص. حابة أكون شخص مسالم جدا. لو عندي كلمة حلوة أقولها، ما عنديش كلمة أسكت وبلاش أوجع حد أو أجرح حد. قررت أكون شخص كويس، شخص مش مؤذي. حياتنا هتتعاش مرة واحدة بس، هتتعاش بالطريقة اللي احنا هنقرر نعيشها. يا إما هنكون الناس المسالمين، الناس الطيبين، الناس الجميلة اللي كل الناس بتجيب سيرتهم ودايما يقولوا السيرة أطول من العمر، ونكون الناس اللي أي حد لما بيكون تعبان أو متضايق بيلجأ لهم عشان هما بيطبطبوا عليه. يا إما تكون الجانب المؤذي، الشخص السام، العلاقة المتعبة في حياة الناس اللي حواليك اللي هما بيحاولوا يبعدوا عنك عشان انت مصدر إزعاج بالنسبة لهم أو مصدر مؤذي. بلاش دايما تكوني من الناس الشكايين اللي كل ما تشوفي حد بتشتكي من ظروفك، بتشتكي من حياتك، من مشاكلك، من جوزك، من عيالك. دايما خلي على لسانك كلمة الحمد لله. الحمد لله بتلخص كل حاجة في حياتنا. وما تقوليش الحمد لله وانتي من جواكي متضايقة، اللي هو الحمد لله على كل حال وخلاص. لا، الحمد لله صدقا من جواكي ومن قلبك. الحمد لله على كل حال، واحنا دايما في احسن حال. دايما خلي الحمد لله عندك، اللي هو مصدر امان وسعادة من جواكي. يا رب انا بحمدك في السراء وفي الضراء، لان انا عارفة ان كل امر هو خير. عايزين نبتدي الفيديو كده ونصلي على حبيبنا وشفيعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. وحشتوني جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. جيت لكم يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله يكون يوم سعيد ومليان بركة على كل اخواتي وحبايبي اللي بيشوفوني. صحيت كده نفسي آكل أي حاجة حلوة، فقررت إن أنا أعمل البسكوت اللي هو بتاع القهوة، طبعا كلكم عارفينه. فحبيت إن أنا أشارككم. البسكوت ده سهل كده وسريع وطعمه حلو جدا. فقُلت كده أعمل معاكم شوية بسكوت، أشجّعكم إن أنتم كمان لو عندكم كوبايتين دقيق والّا حاجة تقوموا تعملوا أنتم كمان. ما تنسيش تحطّي بقى ليّا لايك حلو، وما تنسيش كومنت ودعوة حلوة. وبجد حابة أقول لكم شكرًا، كل فيديو هاقول لكم شكرًا على كل كلمة طيبة بتطلع منكم. أنا بقيت أحب أنزّل كل يوم فيديو عشان بس أسمع الدعوات الجميلة وأسمع الكلام الحلو بتاعكم في الكومنتات والله. ربنا يبارك لكم في حياتكم وفي في أزواجكم وفي أولادكم. فعايزين بقى ندخل على الوصفة على طول، عشان أنا دايمًا بارغي معاكم وما باقولكوش أنا باعمل إيه. زي ما قُلت لكم أنا باحب كده كل ما أنزل أجيب شوية دقيق، أنزل أجيب كل مرّة حاجة يعني بتاعة الحلويات، لإن أنا باحب أعمل بسكوتات وحلويات. يالّا بقى نشوف هنعمل البسكوت ده إزاي. معايا كوباية من الزبدة أو السمنة، ولو السمنة تكون ساقعة في التلاجة. هو كوباية واحدة هنعاير بيها، وكوباية إلا ربع سكر بودرة. السكر البودرة يعني مهم في الوصفة دي، بلاش تحطّي سكر حبيبات. تضربي كويس جدًا بالمضرب لحد ما اللون بتاعه يفتحي كده، وهتنزلي ببيضاية. وطبعًا بيض معروف إن أنتِ هتحطي كيس فانيليا. والأفضل إن تكون الفانيليا باودر بلاش الفانيليا السايلة، لإن لمّا بتكون يا بنات الفانيليا السايلة دي نوعها مش كويس، بتخلّي طعم الوصفة مش كويس. فهنبتدي بقى زي ما أنتم شايفين كده، هنفضل نضرب برضه بالمضرب الكهربائي لحد ما اللون يفتح معانا. معايا هنا حوالي معلقتين من المَيّة المغلية، هاحط فيهم معلقة من النسكافيه اللي هي القهوة سريعة الذوبان. هاحط معلقة من القهوة، طبعًا القهوة دي خطيرة، اللي هي القهوة التركي العادي يا بنات، بس حلوة جدًا، باجيبها من شخص مضمون، ما بيضيفوش عليها أي حاجة، الحمد لله pure جدًا يعني. وباحط معلقة كبيرة من الكاكاو زي ما أنتم شايفين، هاخلطهم مع بعض كويس جدًا. وهانزل بيهم بقى على الخلطة اللي إحنا كنا لسه عاملينها دلوقتي، على العجينة بتاعتنا دي. وابدئي برضه اخلطي تاني، هتديكِ بقى اللي هو اللون وريحة القهوة. هو اسمه أصلًا بسكوت القهوة لإن هو داخل فيه قهوة يعني. لأ، وبعدين القهوة سريعة الذوبان دي بتدّي ريحة جميلة جدًا برضه فيه يا بنات يعني، حلو أوي. بُصّوا بقى هنحط هنا 3 كوبايات من الدقيق ونُص. يعني أنا باعاير بكوباية واحدة، فأنتِ عايري بكوباية واحدة، 3 كوبايات دقيق ونُص. المعايير مضبوطة جدًا، ما تزوّديش ولا تنقّصي عن اللي أنا قُلته. وعشان يطلع كويس معاكِ خلّي السمنة اللي هتستخدميها
من التلاجة، الزبدة عادي لو بحرارة الغرفة، عشان أنا قبل كده عملته والسمنة كانت برّه التلاجة فشقّق منّي، فحُطّي قبلها شوية كده السمنة، وحطيت معلقة كبيرة من النشا ورشة ملح، ما باحطش baking powder. هاكتب لكم برضه المقادير عشان خاطر لو حد حابب ياخدها screenshot أو حاجة. زي ما أنتِ شايفة أنا بالِم العجينة مش باعجنها، البسكوتات مش بتتعجن عشان ما تعملش معاكِ عرق، فأنتِ بتلمّي كده العجينة بإيدِك لحد ما تلِم معاكِ يعني كتلة واحدة. ابدئي بقى شكّليها كده صغنّن زي ما أنتِ شايفة كده. مش عايزة أطوّل بس عليكم الفيديو، أنا عارفة إن في بنات أكيد كتير عارفة الطريقة وسهل جدًا يعني. تشكيل صغنّن خالص كده زي ما تحبّي، في ناس بتعمله مبطّط كده زي البسكوتة المبطّطة، فأنا باحبه شكل القهوة كده زي ما أنتم شايفين. تبتدي بقى كده بضهر السكينة تعملي فتحة، بس أهم حاجة ما تخلّيش السكينة يعني عارفين اللي هي فتحة من فوق كده بسيطة، بلاش السكينة تنزل لتحت خالص، اللي هي تدّي شكل بس، بالراحة خالص كده وأنتِ بتعملي البسكوتة، عشان تدّيكِ شكل حبّاية البُن. على فكرة كان طعمه اللهم بارك حلو جدًا يا بنات، حلو جدًا بقى مع الشاي، مع القهوة. لو عندِك ضيوف أو كده، فشايفة إن هو يعني ضيافة حلوة جدًا. ده بعد ما شكّلته الشكل طبعًا بقى أنتِ حاولي تخلّي الشكل قريب من بعضه يعني الحجم يبقى قد بعضه عشان التسوية. الصاج اللي أنا عملت فيه أو الصينية مش مدهونة زيت ولا أي حاجة، دخّلته على فرن سخن 180. بُصّي هو مش هياخد معاكِ ربع ساعة على بعضها يعني، هيطلع معاكِ بالشكل ده بُصّي مش لازق ولا أي حاجة. أهم حاجة خدي بالِك إن هو ما يتلسعش منِّك. بُصّي من تحت التسوية بتاعته مضبوطة جدًا، ومن فوق تحفة، تحفة، تحفة. هو ما باتش أساسًا. أنا عملت حوالي 3 كوبايات ونُص، يعني نُص كيلو دقيق يا بنات. يعني لو أنتِ مش عايزة تعايري بالكوباية، فأنتِ خدي نُص كيلو دقيق. عندي بقى الشوكولاتة الخام، هاحطها في حمام مَيّة كده، اللي هي نحطها كده في مَيّة مغلية لحد ما تسيح. في ناس بقى ممكن تسيّحها في الميكروويف أو أيًا كان الطريقة اللي هتسيّحي فيها. وبعد كده هتحطي عليها شوية زيت وتقلبي كويس. الخطوة دي اختيارية، أنتِ ممكن تستخدمي كده البسكوت كده يعني، لكن أنا حابة إن أنا أشكّله بالشوكولاتة عشان خاطر الولاد وكده يعني، ويبقى شكله جميل وبعدين بتدّي طعم حلو أوي. شُفتوا بقى الحاجات بتنفع إزاي اللي أنا باجيبها؟ كل ما أنزل أشتري حاجة كنت أقول لكم مرّة أجيب شوكولاتة خام، مرّة أجيب دقيق، مرّة أجيب فانيليا، مرّة baking powder. الحاجات دي آجي بقى على مدار الشهر أنا كوّنت شوية حاجات كده أقدر أعمل بقى حلويات في أي وقت. يعني أنا صحيت فعلًا من النوم نِفْسي آكل حاجة مسكّرة جدًا، فلمّا لقيت الحاجة موجودة اتشجّعت كده وعملتها يعني. نزّلت نُص البسكوتة، وبرضه عملت كام بسكوتة كلّها كده غرقانة شوكولاتة هاورّيها لكم، سِبتها بقى عشان تنشف. طبعًا يعني أنا مش في محل حلواني، أنا على قد ما أقدر حاولت أضبط يعني ما تعيبوش عليَّ. حاولت أضبط شكل البسكوتة كده، وده بعد ما نشف بقى. فعملت فطار شاي بلبن. أنتم عارفين أنا باعشق جدًا اللبن يكون اللي هو الحليب عادي، وأقوم حاطة فيه الشاي بقى الفتلة ده، باعشقه جدًا، اللي هو الشاي الباكت ده. فطرت بقى ودخلت على قُلت لكم طبعًا اليومين دول ادعوا لجوزي بجد كل فيديو بالله عليكم لحد كده ما يخف ويبقى كويس. لسه طبعًا ما نزلش الشغل، فأنا كنت عاملة فطار ليّا وليه يعني، والولاد كانوا لسه يعني نايمين، لإن أنا قُلت لكم اليوم بتاعي بيبتدي بدري جدًا، حتى يوم الأجازة باحاول أصحى بدري أخلّص اللي ورايا، لإني طول ما الولاد بيبقوا موجودين أنا برضه مش بابقى عارفة أعمل حاجة، فأنا باصحى قبل ما هُم يصحوا. ده كان يوم السبت يا بنات الفيديو دوّة. فحاولت إن أنا أخلّص كده برضه كانوا أجازة، فكانوا نايمين بقى سِبتهم يناموا براحتهم الصراحة، لإني الأسبوع كلّه بيبقى ضغط طبعًا الدراسة وبيصحوا بدري، فباحاول يوم الجمعة والسبت أسيبهم براحتهم يعني يناموا وقت ما يصحوا لوحدهم. فأنا صحيت عملت الفطار عشان جوزي كان عنده علاج لازم ياخده، و وصلّيت الحمد لله اللهم لك الحمد الفجر. وبدأت بقى أدخل بقى كده كان عندي غسيل. بُصّوا حتى النهار كان عامل إزاي، النهار كان لسه بيشقشق كده يعني.
فنشرت بقى الغسيل اللي عندي كله، وحطيت دورة برضه في الغسالة، وكان عندي هدوم برضه طبقتها. اليوم فيه اللهم بارك يا رب الحمد لله بركة، لإني طبعًا أنا صليت الفجر الحمد لله، وقُمت بقى عملت البسكوت وعملت الفطار، يعني لأ وعملت كده شوية حاجات يعني ما حبيتش إن أنا إيه، أعمل معاكم كل حاجة، لإني مش عايزة أعيد نفس الفيديو، يعني أنا باصحى أروّق الصالة، يعني نفس الحاجات اللي باعملها معاكم في الفيديوهات، فمش عايزة يكون عندكم ملل، ويكون الفيديو متكرر وكل اليوم اللي بتشوفوه هو اللي أنا باعمله، وده حقيقي فعلًا. بُصّوا أنا حابة أوريكم هنا الجبنة دي حلوة أوي يا بنات، أنا هاعمل لكم screenshot برضه وأحطها لكم عشان لو حد حابب يجيبها حلوة أوي، يعني أنا من النوع اللي ما باحبش الجبن، كنت دايمًا باحاول أجيب اللي هي القريش، لإني أنا مش باحب الجبن اللي هي نباتي الدهن والكلام ده، فكنت في السوبر ماركت من فترة طويلة، فأنا خلاص بقيت معتمداها الصراحة طعمها إدمان، فلقيت دي مكتوب عليها لبن طبيعي يعني، وكان سعرها حلو، دي سعرها 75 جنيه، دي تقريبًا نُص كيلو. وفي منها الصغير اللي هي الربع تقريبًا ب40 أو ب35 مش فاكرة، بس أنا باجيب النُص، فباجيبها كده وباحطها في علبة للساندوتشات الlunch box والكلام ده. كنت باجيب اللي هي البريزيدون اللي هي برضه بتبقى ينفع تتدهن للساندوتشات وكده، بس ب120 جنيه وصغيرة، وحاسة إن طعمها مش قد كده، يعني طعمها ما كانش عاجبني أوي. فقُلت بقى إيه، أعمل كده ساندوتش حلو وجرجير، أنا باعشق الساندوتش اللي هو عارفين الساندوتشات التصبيرة دي، أنا باعشقها، فعملت كده ساندوتش تصبيرة، بتنفع بقى أنا بالنسبة لي الجبنة دي أهم من الأكل والشرب في البيت، ليه بقى؟ أي حد جعان في أي وقت بياكلها، تعمليها في الlunch box بُصّي ماشية معاكِ كل حاجة. كان عندي بقى موز وكان عندي يوستفندي، فقُلت أغسلهم برضه بالمرّة. بُصّوا الناس بتقول لي الموز ما بيتغسلش، أنا عن نفسي ما باعرفش أحط أي فاكهة عندي على السفرة إلا لمّا تتغسل. لإن بييجي الموز فيه برضه تراب، يعني باحس إن هو متبهدل كده، وأنا عشان طبعًا معايا أطفال صغيرين فلمّا بييجوا ياخدوا فيوم هتبقى الموزة مش نضيفة هتعمل على إيديهم يقشّروا الموزاية ويمسكوها تاني بإيديهم، فأنا باقلق من النقطة دي باملا كده طبق مَيّة عادية من الحنفية ما باحطش فيها حاجة، وباحط الموز كده أفضل أغطسه كام مرّة وبعد كده أطلّعه وأسيبه كده يتصفى. وأي فاكهة تاني بقى باغسلها، وزي ما قُلت لكم الفيديو اللي هو بتاع التوفير إن أنتِ ما تصرفيش كتير، إن أنتِ تجيبي فاكهة تقضّيكِ يوم أو يومين، يعني اللي هو ما تجيبيش فاكهة تقعد فترة طويلة أوي عندِك، جيبي فاكهة على القد. فأنا جايبة كميات بسيطة يعني باحطها على السفرة يعني للولاد لو حد جه أو كده. وكان عندي تين بس التين كان في التلاجة مش هينفع أحطه في السلة بتاعة الفواكه عشان خاطر يعني ما يبوظش طبعًا. فقُمت بقى جِبت كده جِبت قماشة نضيفة أو فوطة صغننة كده، وبدأت إن أنا أنشّف الفاكهة عشان أنا صفّيتها بس برضه حابة إن أنا أتأكد إن ما فيهاش مَيّة. هاخرّج بقى الفاكهة على السفرة برّه، وكنت اتكلمت معاكم قبل كده في روتين ال10 دقايق، روتين ال10 دقايق ده يا بنات هاعيد وأزيد تحفة وجميل، وهيخلّي دايمًا البيت بتاعِك رايق ونضيف. النهارده بقى في الروتين الصباحي قررت إن روتين ال10 دقايق بتاعي هيكون التنضيف اللي هو المكان اللي تحت الحوض. باعمله يعني كل فترة طويلة، مش باعمله طبعًا على طول، لإن هو يعني على الأقل مثلًا مرّة في الشهر، والمطبخ تقريبًا بتاعي بياخد له مثلًا على مدار أسبوع كامل، باخد كل يوم 10 دقايق فيه، فعلى مدار أسبوع بيبقى زي الفل تنضيفة عميقة. يعني مرّة آخد تحت الحوض، مرّة آخد جنب كده الحوض بالرف اللي فوقيه، مرّة آخد الجنب اللي جنب الرخامة، مرّة آخد اللي هي التلاجة أغسلها وهكذا. مثلًا الأسبوع ده أنا محددة روتين ال10 دقايق هيبقى في المطبخ كل يوم، الأسبوع اللي بعديه روتين ال10 دقايق هيبقى في الغرفة بتاعتي أنا، روتين ال10 دقايق في الأسبوع برضه التالت من الشهر يبقى غرفة الأولاد، الأسبوع الرابع يبقى في الصالة عندي، فاهمين قصدي؟ أنتِ لو قسّمتِ الشهر بتاعِك بالطريقة دي هترتاحي جدًا والشقة عندِك هتكون زي الفل. أنا مثلًا روتين واتكلمت قبل كده بس عشان البنات الجداد، كل يوم هتاخدي روتين 10 دقايق أو ربع ساعة مثلًا حسب ما أنتِ هتكوني محتاجة، في الأول خلّيها ربع ساعة لإن أنتِ مش هتكوني برضه سريعة أوي لمّا تكوني مبتدئة،
خدي مكان واحد مثلًا، خدي الكام درج اللي هُم بيكونوا في المطبخ، تنظّمي المعالق والحاجات اللي زي كده، تاخدي مكان تحت الحوض زي ما أنا باعمل كده، تاخدي المنظمات، والمنظمات حلوة جدًا يا بنات بتخلّي الشكل حلو وكل حاجة مترتبة، تغسليها وترصي الحاجة وتشوفي إيه اللي ناقصِك مثلًا في المنظفات، تكتبيه عشان لو أنتِ نازلة تشتريه. تاخدي مثلًا التلاجة برضه تالت يوم في الأسبوع، رابع يوم في الأسبوع تاخدي جنب مثلًا زي رُخامة زي ما عملنا قبل كده، وتنضّفي كل حاجة على الرُخامة، وهكذا. هتلاقي على مدار الأسبوع يعني في آخر الأسبوع بقى هتلاقي عندِك المطبخ زي الفل، هيبقى نضيف جدًا، الحيطان عندِك دايمًا هتبقى نضيفة، لإن إحنا طبعًا بناخد رُكن مع كل روتين يعني بناخد رُكن، يعني مرّة مثلًا الرُكن اللي ورا البوتاجاز، مرّة الرُكن اللي ورا الرُخامة، مرّة الرُكن اللي هو عند الحوض، فهتلاقي نَفْسِك على مدار الأسبوع المطبخ عندِك زي الفل، فلمّا تيجي تنضّفي ما يتهدّش حيلِك زي ما تمسكي المطبخ من أوله لآخره. برضه في الروتين بتاع المطبخ أنا باخد برضه الشفاط مرّة، أخلّص المطبخ كلّه بقى أدخل على الغرفة بتاعتي، مرّة أنضّف يعني أخلّيها تنضيفة عادية عادي من على الوش زي ما باعمل، بس آخد الدولاب بتاع جوزي مثلًا أنظّمه، تاني يوم وأنا برضه باعمل الغرفة بتاعتي من على الوش أقوم ملمّعة كده الزجاج بتاع الغرفة الإزاز يعني، اليوم التالت وأنا برضه بانضّف الغرفة من على الوش باقوم واخدة الدولاب بتاعي أنا، اليوم الخامس مثلًا أنضّف الشباك، مرّة أنضّف الحوائط، فاهمينّي؟ هتيجي بقى هتحسّي دايمًا الشقة نضيفة، الخشب مرّة تلمّعيه، بس ما تحاوليش حتى لو عندِك طاقة إن أنتِ تعملي أكتر من مجهودِك، لإن هتيجي مرّة واحدة تقومي هالكة نفسِك، مش هتقدري إن أنتِ تكمّلي بقية اليوم. فأنا باعمل عادي المهام اليومية العادية خالص، الغدا، الفطار، أذاكر للأولاد، أنضّف التنضيف السريع للشقة، وآخد حاجة واحدة بس هانضّفها تنضيفة عميقة زي ما قُلت لكم، وتكون حاجة صغيّرة ما تاخدش منّي ساعة أو ساعتين، تكون هتاخد منّي وقت بسيط جدًا، وأكون واخدة كمان الحاجة دي وأنا مخلّصة شغل البيت، أو أنا ما وراييش حاجة، يعني أنا مثلًا قبل ما أعمل التنضيفة دي اللي تحت الحوض، غسلت المواعين، كان عندي شوية فاكهة قُلت أغسلهم واشيلهم عشان ما يبوظوش في الأكياس، عملت البسكوت اللي أنا وريته لكم، واللي هو إيه خلّصت اللي ورايا، حسيت إن أنا ما وراييش حاجة، فقُمت واخدة بقى إيه تحت الحوض معايا، قُلت أنضّفه كده وأغسل المنظمات بجد بيدّي راحة نفسية، المكان لمّا بيكون مترتب كده بيبقى حلو أوي يا بنات. وحابة برضه أتكلم معاكم في حاجة، اللهلوبة دي حلوة اللي أنا باغسل بيها قُلت لكم عليها قبل كده برضه عشان لو حد محتاجها بتبقى رخيصة، أو تقريبًا دي بتبقى تبع my way بس أنا مش جبتها من my way أنا جبتها من صبانة عادي يعني، والنقطة منها بترغي وجميلة وبتنضّف وبتدّي ريحة نضافة حلوة أوي، باعمل بيها بانضّف بيها بوتاجاز، حوض، حاجات زي كده يعني، مش باغسل بيها المواعين، أنا باغسل بالصابون السائل عادي المواعين. عايزة بقى أتكلم معاكم في حاجة قبل ما أنسى. كان في بنوتة كاتبة أنا نفسي حد يشجعني على الورد والكلام دوّة، إن هي يعني مثلًا تعمل ورد ليها يومي، فأنا حابة كده إن إحنا نتشجع مع بعض، وإيه رأيكم إن أنا أعمل مثلًا عندي على المنتدى ذكر معين يوميًا، مثلًا أحط لكم الصبح ذكر معين نقوله مثلًا 100 مرة، وأنتِ قاعدة كده حتى لو أنتِ يعني إيه مكسلة أو كده مثلًا نكتب الحمد لله 100 مرة، فكلنا نقولها كده ونقعد ناخد ثواب مع بعض. أنزّل لكم كل يوم صفحة من القرآن عشان حتى لو أنا ما نزّلتش فيديو ما نوقّفش، يعني أنا أصلًا بانزّل حاجات على المنتدى، فأنتم لو حابين إن المنتدى يكون يومي فاكتبوا لي في الكومنتات، لو لقيت الأغلبية يعني إن شاء الله يعني عاجبه الفكرة، فممكن نبتدي إن شاء الله من بُكرة بعد صلاة الفجر أبدأ أنزّل لكم مثلًا وِرد صفحة واحدة، عشان برضه لو حد مبتدئ أو حاجة ما نتقّلش عليه ويحس إن الموضوع مجهود، فهتلاقي نفسِك في خلال دقيقة، دقيقتين بالكتير صفحة واحدة دي بسيطة أوي، مش هتاخد فعلًا منِّك 5 دقايق، وتعملي ذكر مثلًا نعمله كلنا مع بعض الحمد لله أو استغفر الله أو أي ذكر أيًا كان، لمدة مثلًا 100 مرة، هتبُصّي تلاقي نفسِك يعني أنجزتِ مثلًا هنبتدي بسورة البقرة،
فسورة البقرة أنا عارفة إن هي بتكون طويلة، وفي ناس كتير ما بتقدرش إن هي تقرأها يوميًا عشان بتاخد منِّك ساعة، وأنا عارفة إن في ناس كتير ممكن ما تبقاش طبعًا فاضية إن هي تقعد ساعة تقرأ قرآن وقت، مع إن هي جميلة جدًا يا بنات وحلوة أوي. بس إحنا مش عايزين نتقِّل على نفسنا، فإحنا نبتدي بوِرد بسيط، وهتلاقي نفسِك واحدة، واحدة لمّا ألاقيكم بقى اتشجعتوا كده واتنشطتوا إن شاء الله، وبقى ليكم وِرد في القرآن في التسابيح، نبتدي بقى ناخد حاجة تاني يعني، نبتدي نزوّد صفحتين، واحدة، واحدة يعني، عارفين اللي هو إيه، بس إحنا نقرّب كده مع بعض وإن شاء الله ربنا إيه، هيعيننا كده ويجازينا كلّنا خير ونشجّع بعض على العبادة. فأنتم لو عجبكم يعني الاقتراح دوّة، اكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. رصيت زي ما أنتم شايفين كده تحت الحوض وبقى شكله نضيف كده وجميل ومرتب، وادي المواعين اللي أنا غسلتها، وغسلت البوتاجاز وغسلت كده الحوض والرخامة، والأرض عندي كانت نضيفة ما فيهاش حاجة، وخلص معاكم الفيديو لحد كده، أشوفكم في الفيديو ده على خير.